شباب يسمو ويفكر يبني أوطانا ويعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست شباب جنزي. ربنا يحفظكم. معنا طبعا ضيفنا الدائم كابتن مؤمن وكابتن رامي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يبارك فيكم. اللهم آمين. أنا عاوز أقول لكم أن الشباب مستفيدين جدا بفضل الله من اللقاءات السابقة ومستمرين إن شاء الله. أنا بحب أعمل إيه؟ سؤال دائما بيتردد، خاصة الشباب اللي في أواخر الإعدادي بقى وثانوي وبدأ في إنه يصوغ مشاعر، وفي أي سن والله يا شيخ، وفي أي سن. بس خلينا نكون الكبير ممكن أنا أعمل إيه دي فهو بيعرف يحلها أو بيحب يعمل إيه؟ بيحب يعمل إيه؟ أنا يتجوز يعني. أنا بحب أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ قلت إيه؟ قلت إيه؟ أنا بحب أعمل إيه؟ واحد أمال إيه؟ انا اموت قصدك ما يبعد يعني كنسلوا من البودكاست خلاص مش هتكلم تاني، مش هتكلم تاني. طب انا بحبك اعمل ايه؟ طيب طبعا جملة أنا أعمل إيه دي هي ممكن في المراحل العمرية سهل. فأنا ربنا هيعني وهبدأ أجهز شبكتي وشقتي وأتقدم وأتزوج، لكن في مرحلة عمرية هو مستحيل يعمل كده. لن يستطيع أبدا أن هو يسيب مدرسته أو كليته الجامعة، والبيت أصلا غير مستعد، الأسرة الأب والأم مش مستعدين، وتكاليف الزواج كبيرة، بنوتة ولا هو فاهم أصلا جواز. أيوة، ولا هو فاهم جواز أصلا. أحسنت. فأنا النهاردة إيه المشاعر اللي موجودة عندي؟ بنوتة في الكلية تقول لك أنا عندي مشاعر وشايفة شباب كتير قدامي وأنا بقاوم وبستعين بربنا، بس أنا عينيا استلطفت فلان وحاسه ان ده اللي ينفع يكون زوجي. او هو يقول لك انا والله مستلطف البنت دي وحاسس انها هي هتكون زوجتي. المشكله الحقيقيه على انهي اساس هتكون زوجتي او زوجي؟ انت بقى بنيت ده على اي اساس؟ ده رقم واحد. والامر الثاني، مشاعرك دي هتتعامل معاها ازاي؟ بالظبط. هو ده الامر اللي احنا عاوزين نتكلم النهارده عنه، ونبين للشباب بقى ازاي نستطيع نتجاوز المرحله دي. خلينا اتكلم واقول افكاري وافكار رامي، لانه مش هيتكلم معانا في الحلقه دي. لا هيتكلم ان شاء الله. ماشي، فانا هقول اللي في بالي طيب لو فاضل وقت نديله في الاخر. ماشي. هو ان انا احب دي حاجه ماليش سيطره عليه. ربنا عز وجل هو خلاص هو رمى حب الشخص ده في قلبي. فعمر ما ربنا هيحاسبني ان انا حسيت بمشاعر، بس بيحاسبني امتى؟ لما ابدا اخد بقى اكشن بعد المشاعر دي. هو اصلا الحب يا شيخ في الاسلام اصلا حرام ولا حلال؟ عشان دي اول حاجه دي دايما بتصور حلال، بس انا عاوز هنا اوقفك في نقطه انت تبني عليها بقى. انا المفروض احب ازاي؟ هو ده يعني انا دي النقطه المهمه. هو ده. يعني انا لازم يكون عندي معايير للحب. احب المسلم الرجل المحترم المؤدب الخلوق. انا كبنوته، انا كشاب احب الفتاه المحتشمه المؤدبه المحجبه المتربيه 10 مرات. ده المفروض ان ده يكون اصلا موجود عندنا في الداتابيز، في قاعده بيانات العقل اللاواعي المسلم، علشان لما اجي افكر اتزوج يبقى عندي معايير. يبقى عندي المعايير دي. هديك فرصتك ما تقلقش. مش طيب. لا خالص، وانا مستمتع بحديثكم والله. طب هو انا دايما بحب ايه؟ بحب اروح للحته الواقعيه الحقيقيه. ممتاز. يعني ما بحبش اكلم الشباب من منطلق ايه؟ من منطلق ابر هاند وان انا فاهم اكتر منك. ممتاز. واحنا صغيرين كلنا حسينا مشاعر حب تجاه بنت بقى ولا غير. لا مش ولا غير، اللي هو قصدي تجاه بنت واحده او 2 أو 3. ده قصدي يعني بس قصدي بنت او 2 أو 3. يعني كلنا عدينا في المرحله دي. هو في الاول استقصد لك من الاول. وقفت على الواحده. انا عارف، معلش انا عارف. فاكيد ترجمه مشاعري دي في سن صغير غير ترجمه مشاعري دلوقتي. صحيح. كلنا حبينا اللي هو دي بنت شكلها حلو دمها خفيف، بنقضي مع بعض وقت كتير في الجامعه، فخلاص حبينا بعض. بس هل الحب اللي انا كنت بحبه وانا صغير ده، هل ده هو نفس الحب اللي بحبه دلوقتي وانا راجل كبير المفروض؟ ايوه قطعا لا. لان الحب واحنا صغيرين ما بيبقاش فيه معايير. انا ما اعرفش، هو انا انجذاب فقط. بالظبط. هو انا بقول انا بحب الفتاه دي بناء على ايه؟ هل عندي معايير ينفع اقولها؟ لا. طب بتحبها ليه يا باشا؟ علشان حلوه، علشان دمها خفيف، علشان طموحه، علشان طب هل المعايير دي، هل في وجهة نظرك انت كشاب صغير طموحه ازاي؟ مش فاهم. بس انت عايز تاخدني فين؟ انا عارف انت بتحب يعني يعني كده. طموحه دي تقعد تقول ذكيه
وطموحه. لا في نقطه حلوه بيتقال. على فكره ده بيتقال على فكرة. على فكره بعد الزواج يا عم رامي، بعد الزواج يجي عندي يقول لي أنا انا اكتشفت انها مش انها طموحه. ما تناسبنيش، بالظبط. اكتشفت ان انا كنت ما عايز ايوه، واحده ما شاطره. هي دي بقى. ايوه ما انت ما السطحيه بتيجي بينك انك مش ذكيه وطموحه، بس انت بتبص لها بتعجبك، بتفضل تبني بقى افتراضات. انت تبني بالظبط ايوه كده. ايوه بالظبط. طب كمل يا مؤمن. فدي مشاعر طبيعيه جدا ان انت تحس حاجه تجاه حد، مشاعر طبيعيه. بس قبل ما اخش في المعايير الحقيقيه اللي المفروض الشخص يبص لها، نيجي نبص للمشاعر دي ادت لايه. هو انا شخص صغير مش مسؤول مسؤوليه كامله عن نفسي، ماشي، لا ماديا ولا نفسيا ولا اجتماعيا، حتى تصرفاتي العاديه انا مش مسؤول عنها. انا واحد كل يوم بتخانق وبضرب ومش عارف بعمل مشاكل، وابويا اللي يرجع يحل مشاكلي، بالظبط وعمي كده. اللي يرجع يدافع عني بالظبط. فكره اصلا البيت مش مترسخه جوايا. هو انا بقيت زوج المفروض اعمل ايه؟ ما اعرفش. فابدا، بس انا بقى ما اعرفش كل ده بايظ عندي، بس ابدا اقول ايه؟ لا بس انا بحب عايز اتجوزها. هو انت اصلا واثق او هل فكره انك تتجوزها دي حاجه واقعيه اصلا؟ لا. طالما قصه الجواز دي مش حاجه ينفع اطرحها دلوقتي قدام ابويا وامي وقادر انفذها، يبقى مش من المنطق ان انا اقول ان انا بحب. مش من حقي ان انا اتجاوب بالزبط. مع الانجذاب الداخلي وابدا ابني احلام عليه زي ما رامي قال. انا ابني احلام بقى ان انا خلاص هتجوز وهيكون عندي بيت. انا بعد ده وأسرة. هتكلم في الواقع. طب انا حبيت غصب عني اعمل ايه برضه؟ بس عايز اعرف راي كابتن رامي. شفت انا جاي لك ازاي بنفسي اهو. محترم. انا اسف يا جماعه، جاي لك معلش انا بنفسي. اسف. راي كابتن رامي. ركزوا معايا في الموضوع ده. كابتن مؤمن قال ان الحب ممكن الجامعه ومش الجامعه. الموضوع اخطر من كده. الموضوع بيبدا من اعدادي وثانوي. صحيح. خلاص فعلا. حب بنت، شافها في الدرس، شافها بيبدا خلاص انا بحبك. طب خلاص، فلنفترض ان انا بحبك وانتي بتحبيني، وبعدين هنا بقى بيصطدم بالواقع الأليم. اول حاجه، انت لسه خارج من طفوله لمراهقه، وهي خارجه من طفوله لمراهقه. رغم اختلاف مع كلمه مراهقه دي، بس انا انت هو يقصد مرحله عمريه. المرحله العمريه اللي انت ماشي. ساعتها خارج من طفل بقى عندك شنب في وشك وبتاع بالظبط. أيوة. وهي بقى عندها انوثه، بقت شايفه نفسها واحده ست، وده مش صحيح تماما. فانت شايف نفسك راجل وهي شايفه نفسها ست، ولا انت راجل ولا هي ست. مش قصدي يعني من الاخر ماشي. فبتبدا بعد كده، فانا خلاص بحبها. ايوه حبيبي، انت هل متاكد ان ده حب حقيقي؟ أيوة. ولا لا؟ فتلاقي دايما اتنين مثلا، هذكر لكم على سبيل المثال، هو حبها وهي حبته، تمام، دخلوا الجامعه مشاعرهم اتغيرت تماما. ليه؟ لان في المرحله العمريه دي بنت الجيران مثلا كانوا مع بعض، كان هي مثلا في مدرسه بنات بس ومدرسه اولاد بس، اتعرفوا مع بعض في درس ايا كان كده. هتدخل هي الجامعه هتلاقي هي كان قدامها ولد واحد، هتلاقي 10، هتلاقي كتير، هتلاقي 100. طلب بيعلى ساعتها بقى بالظبط. النظره بتختلف. أيوة. ساعتها بقى مستوى طموحاتها بيعلى، صح، وانت مستوى طموحاتك بتعلى، صح. فهتدخلوا نفسكم في مشكله. وان ده على افتراض ان انتوا خلاص حبيتوا بعض، بس ده ما كانش حب من الاول، ده كان اعجاب. وفكره ان انت الوحيد اللي في حياتي، او انت الوحيد اللي انا شايفاك، وانت الوحيده اللي انا شايفك، فاداكوا حب كاذب او اعجاب. انت مشاعر زائفه. انت تخيلت ان انتوا بتحبوا بعض وانتوا ما بتحبوش بعض، او حد فيكم حب بس التاني عشان هو ده اللي قدامي، خلاص هعمل ايه؟ هو ده. يبقى احنا كده يا كابتن رامي انت وكابتن مؤمن ممكن نلخص للشباب اللي احنا عاوزين نقوله دلوقتي، ان انت اصلا قبل ان تشعر بالحب او انت وجدت نفسك حبيت، يكون عندك قواعد او اصول للحب. فانا اول حاجه ازاي هعرف احب مين ومين اللي هيناسبني. طبعا ده مش معناته ان القلب لو مال الى فتاة فانا مطلوب مني مباشرة اقتل ده، لكن انا بقول للشباب مش كل ميل قلبي واعجاب قلبي هنساق وراءه. دي النقطة الاولى. يعني انا الاعجاب القلبي ده هنساق وراءه خلاص. هي ليه؟ لان زي ما كابتن رامي قال هيكون هناك عرض وطلب. انا بعد كده قد اكون معجب بفتاة اخرى، قد اميل الى فتاة اخرى، لكن انت في الاول اياك ان تستسلم للافكار الشيطانية اللي بتقول لك انت كده حبيت، فيلا بقى صاحب، يلا اخرج، يلا اعمل معاصي، يلا امسك الايد، يلا من غير ما الاهل يعرفوا روح اتفسح معاها. العلاقة كل يوم بتتطور. ايوه وبتتطور بدون خبرة او بدون معرفة او بدون وعي او بدون حاجات كتير جدا. هو بص بالظبط كده. انا عاوز اقول بحاجة بسيطة. انت دخلت الكلية،
هل زي ما كنت في ثانوي؟ لا أفكارك في اتغيرت، لا لا شخصيتك لا في اتغيرت. قواعد بقى. انت داخل كليه ففي عندك نظام، في عندك حرم جامعي، في امن، انت لازم تطلع كارنيه، بتخش في موعد، هتخش المحاضره الدكتور ده هيطردك متاخر، يبقى انت عندك رولز جديده، قواعد جديده. كذلك انت كنت في مرحله زي ما انت قلت مرحله طفوله، وصلت الى مرحله مختلفه. المرحله المختلفه دي تستلزم ضوابط ومعايير مختلفه. انا هبقى راجل فهبقى مسؤول عن بيت، فلازم هتقي ربنا في المشاعر. انا كنت من قبلها لو ما صليتش ربنا مش هيحاسبني لان انا دون سن البلوغ. غير مكلف. اول ما بلغت والصوت نشف وزي ما انت قلت الشنب طلع، انا كده هتحاسب عند ربنا حساب مختلف. يبقى النظرة ليها حساب، الكلمة الحلوة الحرام عليها حساب، التفكير في الحرام عليه حساب. ده حقيقي. ولذلك بعض الشباب بيبدأ من النقطة دي ومش عاوز اطلع براها، يبدأ يتجرأ على العادة السرية علشان هو هي سلسلة. بيضخم المشاعر، بيغذي المشاعر ومخيلاته. انا حبيتها فانا بقى بتكلم معاها ومش قادر اعمل ايه. كده. فدي نقطة مهمة جدا. انا ارجو ان الشباب يفهموا المدخل اللي ذكره كابتن مؤمن وكابتن رامي. انت يجب ان تعرف المرحلة العمرية اللي انت فيها هل تناسب ان انت تطلق فيها المشاعر، حتى لو مشاعر حلال. يعني انت مش هتبص لحاجة حرام ومش هتتكلم معاها ومش هتخرج معاها ومش هتمسك ايديها ولا تعمل حاجة انا حسب انجذاب. لا، انا ارجع لنفسي الاول. هل دي المرأة الصالحة؟ ما انا هختار امرأة صالحة. هل دي اللي تناسب الأسرة والعائلة في الطباع؟ هل دي فعلا التي تستحق مشاعري؟ هل المعايير عندي؟ هل هو والعكس، هل هو بقى؟ بالظبط كده. لان احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا ان احنا النهارده في الجيل الموجود مع ارتفاع صوت النسويه بقت هي مش عارفه تختار هو راجل ولا مش راجل. واللي بيحصل بين الشباب دلوقتي مفيش معايير واضحه سواء لا للبنات ولا الولاد. هو انا يعني ايه اختار على اساس ايه؟ ما اعرفش، محدش عنده معايير. انا عايز ادخل المعايير دي في الجزء الثاني، بس قبل ده عايز اقول دي معلومه حقيقيه وقد ترفض، بس الحب بتاع فتره المراهقه او فتره الجامعه 99% ما بيكملش. ما لقيتش نسب، ما لقيتش حد اعرفه في محيط دايرتي الا من رحم ربي، نسبه قليله جدا اللي حب في فتره ثانوي او جامعه وفعلا الحب ده في الاخر انتهى بجواز، عشان ما فيش معايير زي ما ولو انتهى بجواز ممكن يفشل. بيبقى برضه 99% او 90% عشان ما بقاش بأفور يعني بينتهي بالطلاق. هقول لا. طب على سبيل المثال خلاص انت حبيت بنت وخلاص وتعرفت عليها في الجامعه وحبيتها وخلاص والدنيا كويسه خلاص، ماذا بعد؟ ما هو ما حدش بيفكر في السؤال ده. هتاكلها حب؟ ايوه. هتشربها ده الجزء الثاني من الحلقه. اعمل ايه؟ اللي هو اعمل ايه بقى؟ تمام. هتقعدها جوه قلبك يا حبيبي؟ ما هو مش منطقي. هي عايزه تاكل وعايزه تشرب، لما تيجي تعالجها هتقول لها هتطبطب عليها، هتقول لها يعني هتحضنها فهتخف. بالظبط. حبيبي عايزه تاكل وعايزه تشرب وعايزه تتعالج وعايزه تعيش في بيت، وممكن ترزق باولاد مبكرا، فهيبقى عندك مسؤوليه طفل قادم اصلا. ودي تبقى مشكله ان انت دلوقتي اصلا انت حبيتها عرفت البنت دي. انا في اختصار اللي انت عاوز تقوله اختصار. طب تختصر لي ليه؟ طب ما تسيبني انا اتكلم، تختصر لي ليه؟ انا لا انا مش عايز اختصر كلامك. انا عايز اختصر اللي انت عاوز تقوله. اقرا، قول له اقرا، يعني اقرا اي حاجه عن الحب. اقرا اتعلم. خلاص احنا كده اختصرنا. لا يلا. طب استنى بقى عشان احنا هنتخانق، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. يبني أوطانا ويعمر ويقاوم شبهات الأعداء ويكتب مجدا ويسطر. ورجعنا بعد الفاصل. بالظبط يعني انت قريت ايه عن ما بعد الحب؟ خلاص انت حبيت او اتعلمت ايه؟ مش شرط قرايه، بس اتعلمت ايه؟ اي ما انت هتتعلم ازاي؟ يا هتقرا يا هتشوف حواليك او خبرات، نماذج الناس اللي اتجوزوا قبلك، علشان تعرف ان مش الحب ليس بالحب واحد الانسان. سلام. والله العظيم بالظبط. خلاص انت بتحبها. والله العظيم يا كابتن مؤمن اغلب حالات الطلاق بقول لك الحب ما يعرفش الحدود ولا المشاكل بين الجدود. شوف الله. ده بودكاست، البودكاست ده بفلوس، فاعمل لايك دلوقتي وشير وفعل الجرس جوه القناه. طب اسمع، لا كمل بقى واكتب لنا كومنت. تمام. ويعني شيدوا بالمجهود، شيدوا بالمجهود المبذول. لان خلي بالكم احنا قاعدين 3 بس في ما شاء الله ده مظاهره بره يعني. الله اكبر ما شاء الله شباب كتير جدا. ربنا يحفظهم.
قدر التعب المبذول. اتكلم. انا هاخد منك بقى عشان انت خد بقى. تفرش كتير، قعدت تفرش كتير. اكبر مشكله او اكتر حاجه بشوفها قدامي بقى عايز امسك الواد كده او البنت، انت فاهم ايه فيما يخص مسؤوليات الجواز؟ ايوه. مش مسؤوليات بقى اللي هو مصاريف والكلام ده، لا مسؤوليات فكريه. انا راجل قررت ان انا، طب خلينا نتكلم في الاختيار الاول بعدين نخش على المسؤوليات. هو ده صح كده؟ هو ده اختار على انهي اساس؟ ايوه. هو انا مجرد ان انا اشوف واحده كده شكلها حلو دمها خفيف اقول بس خلاص هي دي هي دي المعايير اللي انا هبني عليها بيت؟ اللي انا عايز اقول لك يا شيخ ان معاييري بتاعت دلوقتي غير معايير مؤمن مثلا من 5 سنين. تخيل من 20 سنه كانت عامله ازاي. ماشي. المعايير اللي انا ببص ليها دلوقتي وبشوف ان هي من وجهه نظري ان دي اللي المفروض نبني عليها، هم كام حاجه لو الشخص ركز فيهم هيختار شخص مناسب ليه. اولهم واهمهم على الاطلاق الدين. احسنت والله العظيم الكلام ده مش بقوله علشان البودكاست، لا انا عارف، بس يمكن المعايير دي ما كانتش موجوده زمان. صح فاهم؟ صح. اللي هو ما انا مش متدين فمش فارق تبقى متدين. ماشي. لما اختار واحد على اساس معايير الدين ده هيخلص 50% من المشكلات والمشاكل طبعا اللي بيننا. طبعا. فاهم؟ عندها قيم، وكذلك اكيد انا طبعا لازم اكون متدين طبعا. عندي قيم. ما هي دي بقى وجهه نظرها هي بقى. بالزبط. ما هي لو دورت من كده وجهه نظرها هي بالظبط كده. ما بنقولش عيب وما يصحش، بنقول حرام وحلال. ايوه احسنت. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه تبقى مناسبه ليا اجتماعيا. احسنت. الدرجه الاجتماعيه بالظبط. التكافؤ في الاسلام ده عامل مهم جدا من عوامل الزواج. صح. تبقى متكافئه ليا اجتماعيا، اهلها يبقوا شبه اهلي. ما اقولش هو انا مالي باهلها وانا هتجوزها هي ولا اتجوز اهلها، لا ده انا اتجوز اهلها قبلها. طبعا ممكن يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان في مسألة قال تنكح المرأة من ضمنهم أيوة. وحسبها ونسبها. أيوة. حسب والنسب ده مش شرط اللي هو يبقى غنيه، لا بس اهلها ناس كويسه. انت عارف ان في ناس فاهمه الحديث ده غلط، ان هو يا تختار الحسب يا النسب يا المال. دي بيقول ان ده الناس ده كل ده بتنكح لهذه الاشياء. بالزبط. أيوة. انت بقى فاصفر بذات الدين مع الحفاظ على الاخرين طبعا، مع الحفاظ على الجمال. دي الاسباب، ودي اسباب النكاح اصلا. أيوة. اسباب الزواج. بالظبط. بس دي اهمهم. طيب اسرتها عامله ازاي؟ لان اسرتها هلاقي تربيه اسرتها في البنت دي. لو الاسره وحشه ما اكيد ده هينعكس يعني بعد نقطه الكابتن رامي اللي هو القراءه والتعلم، ان انا اختار ازاي او انا هحب ازاي او انا هعمل ايه فيما بعد الحب. قرات وتعلمت ودخلت دورات واتدربت. اجي للنقطه بتاعت اختيار الزوجه. بالظبط كده. ممتاز. فقلنا الدين، وقلنا المستوى الاجتماعي. الحاجه الثالثه المستوى الفكري. هو الشخصيه دي انا بعرف بنتفق في قد ايه وبنختلف في قد ايه. ما ينفعش ابقى انا مثلا اخد واحده مختلفه عني فكريا تماما وكل حاجه بنتجادل فيها وبنختلف فيها وبنقف لبعض على واحده وبنتخانق. ده مش يساعدك في ان الاسره اللي انت اخترت منها، انت بحثت عن الاسره هي توابع الاسره اللي انت اخترت منها. فاهم؟ الحاجه الاخيره هو الشخصيه دي انا هقدر اختلف معاها. الطباع بقى، الطباع العاطفيه والنفسيه عايز اتكلم فيها، بس انا عايز اسمع رايك فيها الاول عشان هو اللي انت ذكرته كابتن مؤمن واللي قاله كابتن رامي، ان احنا لما نقول للشاب اللي بتاع الثانوي اللي راح الكليه وبدا يحب، او البنوته اللي راحت الكليه بدات تحب، اول حاجه انتوا لازم تقراوا وتتعلموا، والعلم دوت من اعظم وسائل التوفيق. بل ربنا جل وعلا جعل الناس متفاوتين في العلم بسبب العلم. وربنا سبحانه وتعالى جعل الذين يتعلمون العلم الشرعي والعلم الدنيوي الذي يعين على تعلم العلم الشرعي أعلى درجة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنا يجب أن أتعلم زي ما أنا بتعلم بقى جغرافيا وكيمياء وفيزياء، أتعلم إزاي أتجوز وأتعلم إزاي أحافظ على بيتي. ثم أجي أختار بقى. أنا مش كل واحدة جميلة فهي عجبتني بالزبط. زي ما أنت قلت في النقطة اللي أنا كنت قدامي واحد، فأنا دلوقتي دخلت الكلية لقيت قدامي 100، فأنا يا ترى هعرف أختار؟ لا، الاختيار ده أنا أرجع وبرمج نفسي. عشان كده بنقول للشباب اجعل الدين حاكم على عقلك. الدين هو اللي يسيطر لك على عقلك، مش عقلك اللي يقول لا أصلا أنا مش مقتنع، أصلا أنا يعني شايفة أن الحجاب مش حاسة أن هو. ده نقطة مهمة جدا. العقل بقى اللي بيبدأ يعبث دلوقتي، عشان برضو يعني أنا بفسر النقاط بتاعت كابتن مؤمن وطبعا من كلام الشيخ الصاوي. دلوقتي أنت شخص متدين، حبيت بنت، البنت دي مش محجبة، مش متوافقة معاك دينيا، اوعى تقول أنا هاخدها وحجبها. لا،
او العكس ظلم تقول لك ده. انا هتجوز واحد وخليه يصلي وخليه يصلي ما بيصليش. ويبطل تدخين. I can fix him. بالظبط كده. اي كان فيكس هيم. انا يمكنني اصلاحه ما ينفعش. وانا لا يمكنني ما اصلاحه. ينفعش. طب انا اسالك سؤال، انت ليه من الاول من البدايه لما جيت في مرحله الاعجاب خلاص انا شفت واحده اعجبت بيها بس لا مش هينفع، تمام، دي مختلفه معايا، ده مجرد اول النظره الاولى انت كده شفت ان هي مختلفه معاك اصلا، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ظاهريا بس كده مختلفة بالظبط. معاك. يعني بالظبط. انت عارف ايه المشكله في النقطه دي يا كابتن رامي؟ ان هو لما شافها مثلا مش محجبه هو ظن ان المحجبه لما تبقى في بيته وتبقى زوجته وتبقى لابسه اللبس الجميل لبس الخروج مش تبقى زيها. لا، ما هي المحجبه يا ابني برضه بشعرها، هتبقى في البيت بشعرها ولبسه لبس جميل وهاف بوت اللي هم عايزينه. هم بس انا عايزينه. بتكلم انت ليه تبدا في الاول في جدال؟ اه ليه تبدا بدل ما تاخد واحده مثلا على نفس القدر من الدين، على نفس القدر من الدايره الاجتماعيه، تبقى مشاكلكم بعد كده بقى برضه بينكم مشاكل بس مشاكلكم اقل. بالظبط. مش كل ما هتنزل لا انت مبينه الحجاب ليه، لا دخلي القصه جوه، لا انت لبسك ضيق هو زي ما عليه. زي مؤمن تخيل انت بتبدا بمشاكل. بالظبط. طب تعال نتكلم على الاهل بقى، تمام. دلوقتي انت دخلت اتقدمت، انت دخلت دلوقتي عند الناس. على فكره الموضوع ده محتاج حلقات كتير قوي كتير جدا. انا ماشي نكمل. تعال الحلقه الثانيه، الحلقه اللي بعدها تبقى كده برضه. يعني الحلقه دي ان شاء الله يبقى ليها جزء تاني. دخلت بيت او على حسب بقى ما نخلص، دخلت بيت، قعدت انت راجل طالع من بيت فيه راجل، صح. بتبقى عارف انك قاعد يا لما نهار تيجي أبيض. توجه يا كلامك نهار أبيض. توجه كلامك لراجل. انما تيجي تتكلم وقاعدين وبتتفقوا وتلاقي الست هي المسيطرة. سيدة أيوة. القعده، بالظبط. هي الراجل ده اللي مؤشر في القعدة. اهرب من البيت. فورا اهرب من البيت فورا تيجي تتكلم مع راجل، معلش اصل الكلام هنا معايا انا. ايوه انتوا بقى وهو بقى انصار يفضل- الرجاله والذكوريين والكارهين النساء. ايوه احنا ذكوريين واحنا انثويين يعني. لازم هم يستوعبوا يا كابتن رامي. هو مين اللي فتح البيت ده؟ فطرة. لو بقى اللي فتح البيت بقى الست خلاص دي مفيش الفطرة. مشاكل، خلاص دي نبقى الفطرة. عارفين ان الست اللي فاتحه البيت ما وبنتها برضه هي اللي هياخدنا الحاجه. ما هو مش عندنا مثل مصري كده في البلدي بيقول لك اقلب القدر على فمها. تطلع يعني هو ده مش مثل لاعتباطي. ما هو البنت دي تربت ونشأت في وسط بيئه ماشيه ان بالطريقه الام دي. اللي بتقود طب المسألة. اقول لك حاجه تاني، اقول لك مثل تاني، قول. بيقول لك خد المجنونه بنت العاقله. انا بتكلم والله بتكلم لا، خد المجنونه بنت العاقله وما تاخدش العاقله بنت لا المجنونه. احنا عاوزين ليه؟ برضو الشباب يفهموا نقطه مش هناخد بالامثال بالدين برضو. ماشي بس الامثال ناخد، ما احنا عاملين نتكلم ماشي، بالدين، ماشي. بس انا بتكلم الامثال دي بالظبط عرف متعارف عليه. دلوقتي انت اتخانقت مع زوجتك، اتخانقت مع خطيبتك، هترجع البيت لامها، تمام، ايه عمل فيك ايه اللي ما يتسمى ده؟ عمل فيا واحد اتنين، لا ده انا لازم يعرف ان البيت ما اعرفش طلعت فيه هي اجن من بنتها بالظبط كده. بدل ما تعقلها، يعني هي البنت دلوقتي مجنونه، هتروح لامها هي برضو مستنيه حد يقول لها يا تكملي ما تكمليش، يا نصلح الامور وبتاع، واللي انت عملتيه ده وحش، يا بس بتلاقي ايه، لا ده احنا نعمل فيه ونسوي. البنت بتقوى على الباطل. ايوه. اما بقى لو راحت لبيت، ايه يا بنتي اللي حصل؟ لا ما ينفعش برضو كنت تقولي له كده. ما ينفعش انك تتعاملي كده. وكذلك تسيبيه لو في بيت برضو في راجل متربي على اساس ان هو ايه، بالظبط، ان انت تؤمر وتطيع وتؤمر وتنهي بالزبط. ومحدش حاجه عليك. بالظبط. لو انت بنت، ما عشان برضو ماسكين العصايه، ما هي لازم من النص. انا لسه هتكلم. لازم يكون البيت اللي بيقول عليه رامي برضو الاب فيه بيناقش، بالظبط، الاب فيه ايه يا ابني انت بيحتوي، عملت ايه؟ والولد فيه فيه بيصبر. كبير. أيوة. بالظبط. ايه يا ابني انت عملت ايه؟ لا يا حبيبي في حد برضه يعمل كده؟ طب اختك وبتاع والدنيا. فتلاقي ان الدنيا خلاص كانت نار، خلاص الاثنين انفصلوا والاثنين هيطلقوا. لا تعالى حبيبي انا عايزك، تعالى، تمام، ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ لا ازاي يحصل كده؟ ويقعدوا وتبدا حياتهم تكمل تاني. مش خلاص مش هبقى واقف على الواحده وعارف انها لو راحت لامها هتسمعها الكلمتين، او هو لو راح عند امه او عند ابوه هيسمعها الكلمتين. طب المعايير بقى دي ليه الناس بتبنيها بشكل خاطئ؟ الرأسمالية الغربية علت حس الأنا داخل القلوب يا رامي، يا كابتن مؤمن. حس الأنا، انا بص انا اللي إنه أنا يتغلط فيا، وأنا بنتي يتقال لها كذا، وأنا يحصل كذا. لا طبعا ما تعيش معاه ونجوزها سيد سيده، لا أنت تسيبها وأجيب لك اللي أحلى منها. هذه الأنا المبنية أصلا على ضعف الدين. عشان كده إحنا ربنا هيحمينا هو الدين بيقول لما إيه؟ نبدأ بالدين. يا سلام عليك يا رامي. هو الدين بيقول إيه؟ الدين بيقول إن أنت تتقي الله سبحانه وتعالى
في هذه المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم وإنكم أخذتموهن بكلمة الله. فهي كالأسيرة. يعني إيه الأسيرة؟ يعني تكرم، يعني يحافظ عليها، يعني لا تهان. صح. وكذلك أنت دوت قال الله جل وعلا عنه وللرجال عليهن درجة. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه فرض. خلاص مش هتلاقي خلافات. عشان كده احنا بنقول زي ما كابتن مؤمن قال في الأول وحضرتك عقبت، إن أنا لو حطيت الدين هو الأصل وبنيت عليه، تعالى يا ابني انت بتقول لي انا بحبه وقلت لك اعمل ايه، يبقى تدور على صاحبة الدين. كل اللي احنا بنحكيه لك ده واللي قاله كابتن مؤمن وكابتن رامي عشان نحميك وقت الخلاف ووقت المشكلة. هو احنا ينفع نطول الحلقة دي شوية نخليها استثناء؟ لا احنا هنكملها بحلقة تانية. احنا لو هنكمل شوية عندي حاجات كده عايز اقولها وعارف ان احنا هنكنسل بسببها. قول لا قول لي كنسلني عادي. لا مش هنكنسل، قول هتقوله هنعلق ورامي هيختم ان شاء الله. قول. طيب هو ده كله الاختيار الخاطئ ده بيحصل ليه؟ لانه بيبدأ ببداية خاطئة اللي هي ايه؟ الحب. ايوه. يقول لك ما اصل انا حبيت. ايوه. اعمل ايه؟ ما هو علشان كده ده ياخدنا بقى لنقطة ايه؟ ان الحب لازم بداية خطأ، لازم يكون مربوط بالاصول الاسلاميه. بس معلش افهموا وما تقول الحب خطا. الحق ده بيقول الحب خطا، ده بيلعب في الثوابت. لا اتكلم هم هيفهموا. احنا في الدين عندنا نظم لنا العلاقه دي ورسم لنا شكلها. ماشي. ربنا عز وجل لما كان بيتكلم على ذكر لفظ الحب في القرآن الكريم حسب ما اتذكر كلمه حب في موضع واحد اللي هو موضع حرام، لما كان بيتكلم على امرأة العزيز لما قال قد شغفها حبا. دي واحدة ست متجوزة ومربية الطفل ده في بيتها كأنه ابنها فحبته، فهنا ده موضع حرام. إنما كل المواضع التانية لما ربنا عز وجل اتكلم عن الزواج المودة والرحمة قال إيه؟ المودة والرحمة لتسكنوا إليها بالظبط والألفة. فأصبح هنا أنا عشان أختار صح محتاج الأول أختار بمعاييري بمخي الأول، بمعاييري أنا ومنطقي. الست دي اللي انا شايفها دي انا توسمت في الاول فيها خير، مستلطفها، شايفها على قدر من الجمال اللي يرضيني. جميل. ابدا ابص على كده بقى زي ما قلت المعايير اللي اتكلمنا عنها دي، الدين والاجتماعيات والاخلاق والافكار. الست دي متوافقه مع كل الحاجات دي، خلاص تمام. جميل. ابدا احبها. صح. ابدا احبها خلاص. احط مشاعري رهن للدين، رهن للقواعد اللي احنا حطيناها في الاول. فلما اختار، لما اجي احبها بعدين واحبها الحب الحب الرومانسي السينمائي الجميل ده، هعمل كل ده بس امتى؟ بعد ما اتاكدت ان الست دي ينفع احبها. عشان كده احنا بنقول دايما بتاتيني شكاوى من الشباب والبنات في الجامعه، انا كنت متعلق بخطيبتي ولما اتفركشت انا مش عارف احب حد تاني. انا كنت متعلقه بخطيبي ولما فركشت انا حياتي اتدمرت وبقيت مش قادره. عشان بداوا النقطه دي غلط، عشان انا رميت مشاعر في الارض. انا كبيت مشاعر يا رامي في الارض، والمشاعر دي اصلا ما كانش ينفع انها تترمى دلوقتي. وعلشان هو تم برمجه عقله، هترمي اي حاجه هيداس عليها غير كده. وتم برمجه العقل على فكره الحب بالصوره اللي بيشوفوها في الافلام والمسلسلات. انا عاوز دي هنكملها في الحلقه الجايه، بس انا عاوز اقول حاجه يا جماعه. الحب ده اصلا، المشاعر القلبيه دي اصلا عباده، المفروض احولها عباده. بالزبط. ما ينفعش يعني. بص يا كابتن رامي، عندي كلام كتير. بص يا كابتن رامي، الاكل والشرب مباح ولا مش مباح؟ مباح. ولو جعان لازم تاكل. ممكن يبقى حرام، بس انت ممكن يبقى حرام، ممكن يبقى واجب وعباده. صح. انت بتاكل عشان تتقوى على طاعة الله عز وجل. طب انت بتتجوز عشان يعينك على غض البصر وحفظ الفرج. يبقى انت هذه المشاعر اصلا هي عبادة. فانا ما ينفعش ان انا ارمي مشاعري كده من غير ما احط لها حساب، من غير ما احط لها قواعد. ده بيستهلكك وبيدمر المستقبل بتاعك. صح. زي ما انا قلت لك بيتعلقوا وبعد كده بتتفركش الخطوبة، بتحصل مشاكل وحياته بتتدمر وحياتها بتتدمر. رمى مشاعر كتير في الارض. صح. من غير ما يحسب حساب حقيقي ليه. وكمان في حاجة بالذات الموضوع ده بيتعب ويقلب البنت جدا. البنت لما تيجي تخش في علاقة، تمام، علاقة حب بقى تسموها زي ما تسموها، وبعد كده تفركش على كلامهم يعني، وتيجي تخش في علاقة تانية وتفركش. خلاص هي بتستنزف عاطفيا. بسطرة فعلا، بسطرة مشاعرية. هي بالظبط انت تم استنزاف سخن بارد. هتيجي بعد كده علشان تتجوزي مش هتعرف تحبي. ايوه مش هتعرف تحب خلاص. كل يعني الرجاله وحشه، كل الستات وحشه، تم استنزافها. والشاب برضه على فكره النقطه اللي انت قلتها دي برضه فيما يتعلق بالالفاظ اللي بتقال في وقت الخطوبه والحب
من غير ما يتحسب لها حساب بقى الدين. مولانا عارف واحد مش قال لي ايه؟ قال لي يا شيخ انا بعد ما اتجوزت بقيت مش حاسس بالكلام الحلو اللي بقوله مش لمراتي. لان قالوا كتير. بقول له ليه يعني بحبك ووحشتني. قال لي لان لازم انا يقولوا. قلته كتير في الجامعه. خلاص انا قلته كتير في الجامعه. استهلك. اهل العلم يقولون من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. انت استعجلت تقول بحبك في وقت ما كانش ينفع تقول. انت استعجلت تطلع مشاعر في وقت ما كانش ينفع تطلع فيه مشاعر. يا شيخ محمد يعني انت عايزني اعدي فتره الثانويه وفتره الكليه وانا ابقى طوبه حجر ما بحسش؟ لا انا بقول لك بص بربطوها ازاي. ما هو يا اما تفرط في مشاعرك وتطلع حب حرام، يا اما تبقى طوبه حجر. ما ينفعش تبقى انسان سوي. تمام. يا جماعه الحب شيء جميل جدا، بس انا دلوقتي مش في المرحله اللي تؤهلني ان انا احب. انا مش قد العلاقه دي. انا عندي دلوقتي حاجات، انا عندي دراسه لازم اهتم بيها، عندي شخصيه لازم ابنيها، عندي حاجات لازم اتعلمها. خلاص اتعلمتها، بنيت شخصيتي، اشتغلت، ابدا بقى احب. تعالى بقى هنا، انا ايه ناقصني؟ انا حب. انما الحب هيعيقك عن كل حاجه. تلاقي الشاب من دول عنده 17 18 سنه ماشي بيحب، خلاص حب، تفكير خلاص وقف. لو هم كويسين مع بعض ممكن يفكروا. قول لهم كلمه كده كابتن مؤمن. قول لهم كلمه كابتن مؤمن عشان نكمل في الحلقه اللي بعدها واختم. طيب هو احنا يعني الحلقه دي فيها جزء مهم من اللي احنا عايزين نناقشه، وان شاء الله في الحلقه الجايه اللي هي اللي بعدها على طول باذن الله هنناقش الجزء الاهم والاخطر، واللي انا عارف ان في ناس كتير هتختلف مع الحلقه دي والحلقه الجايه، لان هم متاثرين بالافكار اللي اتزرعت على مدار سنين. ايوه ومتبنينها تبني كامل. احسنت. فيعني بس ده لوجه الله، وان شاء الله عز وجل يعني ربنا ينفع بينا وينفع بيكم ان شاء الله. واستنونا. لا ما قلناش دعاء. يلا ما قلناش دعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. شباب يسمو ويفكر، يبني أوطانا ويعمر، ويقاوم شبهات الأعداء، ويكتب مجدا ويسطر. يحدوهم شوق وحنين لعناق المختار الأعطر.